قرر الفنان أحمد زاهر تأجيل حفل خطوبة ابنته الفنانة ليلى أحمد زاهر من المنتج والفنان هشام جمال، والذي كان من المقرر إقامته أمس الجمعة في الساحل الشمالي. وجاء قرار التأجيل حدادا على وفاة ثلاثة من أبرز الشخصيات في الوسط الفني، وهما المنتجون حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، الذين لقوا حتفهم في حادث أليم أمس الخميس على طريق الضبعة المؤدي إلى الساحل الشمالي. الراحلون كانوا على سيارة انقلبت، مما أدى إلى تهشم السيارة بالكامل. كان المنتجين الراحلين علاقات صداقة قوية مع العديد من الفنانين بفضل تعاونهم المستمر في مشاريع فنية، ما زاد من حجم الحزن في الأوساط الفنية. وبعد معرفتهم بخبر الوفاة، قررت الفنانة ليلى أحمد زاهر وخطيبها المنتج هشام جمال تأجيل خطوبتهم لموعد آخر يتم تحديده لاحقا. ويذكر أنه في يناير الماضي احتفل أحمد زاهر بقراءة فتحة ابنته ليلى من هشام جمال في حفل عائلي بسيط. وقد نشرت ليلى وهشام صور قراءة الفاتحة على حساباتهم على انستجرام، مع تعليق عبروا فيه عن سعادتهم. وقالت ليلى: الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير. وفي وقت سابق تحدث الثنائي ليلى وهشام عن قصتهم في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس. وكشف هشام جمال إنه كان يتعامل مع ليلى كزميلة وابنة صديقه، ولم يكن بينهم مشاعر حب في البداية. وقال: علاقتنا تطورت تدريجيا بعد المسلسل، لكننا لم نخف الأمر عن الناس. والجدير بالذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة من بطولة سلمى أبو ضيف، ومن تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.